يا رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب الله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء بسم الله العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولى وأثني بحمد موارده سائغة هدية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أطير اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ابن هاشم واسمه عبر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معذ بن عدنان وهذا سلك نظم اسفرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وأدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية
إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى فعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأقرب صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسب العلا بحلا ولدسها نجومها الجوزاء حبذا إقد سودة وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من صفاء الجاهلية أورد زيد العراقي وارده في مورده الهدي ورواه أفضل الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد شونا لإسمه تركوا السفاح فلم يصلبه